في حاجة مصطلح عندنا مهم جدا اسمه البريفكس. وفي حاجة عندنا اسمها suffix. البريفكس والسفكس. يعني ايه البريفكس ويعني ايه السفكس؟ البريفكس ده المصطلح مقطع هيجي في اول الكلمة، تمام، وهيغير معناها. السفكس المقطع اللي بيجي في نهاية الكلمة، تمام. البريفكس في اول الكلمة بيجي اول الكلمة، بريفكس اول الكلمة، السفكس نهاية الكلمة. خدوا بالكم عشان في ناس لسه بتتلخبط في الحاجات دي لحد دلوقتي. في طلبة وطالبات بيتلخبطوا بين البريفكس والسفكس. بريفكس اول الكلمة، بري اول، قبل بريفكس، سفكس في نهاية الكلمة، تمام. طيب يعني ايه البريفكس؟ طيب كلمة مثلا، عايزين مثال على البريفكس، كلمة usual يعني امر عادي، usual. عايزه احط لها prefix، هقول ايه؟ ممكن يديها كمان معنى البريفكس لو اتحط، ممكن يدي معنى معاكس تماما. usual يعني عادي، unusual غير عادي. دي اسمها prefix، تمام. المقطع متكون من حرفين unusual. هنا البريفكس. ده مثال على ايه؟ البريفكس. طب عايزين مثال على السفكس. كلمة مثلا كلمة مثلا help يعني يساعد، verb help يساعد، تمام. عايزين نحط له بقى suffix او مقطع في نهاية الجملة، تمام. helpful مثلا، helpful، تمام. ful ده الايه؟ suffix. متلخبطش تقول عليه prefix، تمام. في نهاية الكلمة suffix، في بداية الكلمة prefix، تمام. helpful يعني help يساعد، helpful يعني مساعد او مفيد، شيء مفيد، helpful، تمام. يبقى البريفكس اول الكلمة، السفكس نهاية الكلمة. بريفكس اول الكلمة، السفكس نهاية الكلمة، ما تنسوش. طيب من المصطلحات كمان اللي لازم تيجي في الامتحان، لازم سؤال منه هيجي في الامتحان ان شاء الله السنة دي، مصطلح عندنا اسمه السينونيم. السينونيم يعني المرادف او المعنى، او المرادف. سينونيم المعنى او المرادف. وعندنا مصطلح تاني مهم لا يقل اهمية عنه اسمه انتونيم. السينونيم الانتونيم. سينونيم يعني المعنى او المرادف، انتونيم يعني المضاد، مضاد الكلمة او عكسها، العكس. تمام. سينونيم يعني مرادف، انتونيم يعني مضاد. سينونيم يعني مرادف، انتونيم يعني العكس. طيب مثال على السينونيمز والانتونيمز. كلمة مثلا زي borrow يعني يستعير او يستلف، تمام. السينونيم بتاعها ايه او معنى كلمة borrow equal في المعنى لكلمة take ياخد، بيستعير حاجة، بيستلفها، بياخدها. ده السينونيم. دول سينونيمز، دول borrow و take بيساووا بعض يعني synonyms، بيساووا بعض يعني synonyms، تمام. طب عكس borrow lend يستلف، borrow يسلف، عكسها يستلف. take هي السينونيم بتاع borrow، تمام. lend هي الانتونيم بتاع borrow. ركزوا يا جماعة عشان في ناس بتتلخبط في الجزء ده كتير جدا، بيتلخبطوا فيه. عرفنا ايه الفرق بين السينونيم والانتونيم.